الولاد ده لما بيخون مراته بتتصل بيه وبتقول له انا في الاسانسير وطالعه. الولاد بيتجنن وبيقول لها البسي بسرعه مراتي جايه، وبيمسك ورقه بيولعها وبيحطها على الانذار عشان يصفر. الاسانسير بيقف وبيصفر وبتقول له لو ما اديتنيش 15,000 دولار دلوقتي هقول لمراتك كل حاجه. وبيقول لها بس ده رقم كبير وانا مش معايا فلوس. وبتقول له ماليش دعوه اتصرف. وبتقول له قدامك 5 دقايق بالظبط لو ما جبتش الفلوس انت عارف ايه اللي هيحصل لك. وبيدخل عند مكتب رئيس الشركه وبيقول له في حد كسر عربيتك. واول ما بيسمع كده بيطلع يجري وبيكتبه في الخزنه وبتنجح انها تتفتح معاه. وبيطلع 15,000 دولار وبيديهم للبنت وبتقول له انت نجحت في اخر 10 ثواني. وبعد ما بتاخد الفلوس وبتروح تمشي مراته بتقابلهم وبتقول له انت موديها فين. والولد بيقول لها كان في حريق وكنت بوصلها بس. وبتقول له هي لابسه الجاكيت بتاعك ليه. والولد بيتوتر وما بيعرفش يرد. والبنت بتقول لها عشان القهوه دلت على فستاني. وبتروح تمشي ومراته بتقول له افتح الاجنده دي. ولما بيفتحها بيلاقي صورته مع البنت. وبتقول له ايه رايك. وبيقول لها انت جبت الصور دي منين. وبتدخل البنت بتقول له ايوه مني. وبتقول له انا هرفع عليك قضيه واحبسك. بعد كده بيدخل رئيس الشركه وبيقول في حد سرق 15,000 دولار. وبيقول انت الوحيد اللي كنت موجود.